باللحم بس غير شكل طعمها وشكلها ولذاذتها راح تذوبون عليها. مقادير العجينة تلقوها أسفل الفيديو. الحشوة عبارة عن شوية زيت وكيلو واحد من اللحم عجل. راح أضيف عليه بصلايتين كلش صغار، يعني تشوفون كمية البصل ايش كلش قليلة بالنسبة للحم. نخليهم سوية ونبدأ نقلب بيهم إلى حد ما ينشف المي تماما. أكيد من بهاراتي ضفيت بعض التوابل، راح أكتب لكم إياها أسفل الفيديو، وطبعا باقي معدنوس. العجينة تنفتح بالطحين لأن تلزق، فضروري طحينية. راح أخلي اللحم وأخلي طبقتين من العجين طبعا، وأبدي ألفها بهاي الطريقة التراثية نقدر نقول. سموها عرايس أو حواوشي مفتوح حسب رغبتكم، وشويتها بالتندوري. طبعا تحبوها بالجبن أو بدون جبن اكتبولي بالتعليقات. طريقة الشواء مالتها سريعة بهذا الفرن 12 قطعة، ما استغرقت مني بس 20 دقيقة. إذا عجبكم الفيديو سوولي لايك وتعليق.